في حاجة مهمة جدا في الأزهر تقدر تعتبرها بكل بساطة كده وسيلة مساعدة لرفع مجموعك، بس لو استغلتها صح. وطبعا الحاجة دي هي المواد الشرعية. طب ليه هي تعتبر وسيلة مساعدة؟ الإجابة بكل بساطة هي لأنها مش بنفس صعوبة المواد الثقافية، وفي نفس الوقت عليها كمية درجات محترمة، فلو ضيعتهم من إيدك تبقى أنت بتوقع مجموعك جامد قوي. فعلشان كده هقولك النهاردة على أحسن طريقة تراجع بيها المواد الشرعية. معاكم دكتور عزازي، وده يعتبر الفيديو الأخير من سلسلة فيديوهات فترة المراجعة النهائية. لو لسه أول مرة تشوفني فما تنساش تشوف فيديوهات بقية المواد هتلاقيها قبل الفيديو ده على طول على القناة، وما تنساش تدخل قناة التليجرام بتاعتنا، هتلاقي اللينك بتاعها تحت في وصف الفيديو عشان بينزل وهينزل عليها حاجات مهمة جدا هتفيدك. ويلا نشوف هنعمل ايه. على عكس فيديوهات بقية المواد كنت بقولك تشترك مع مين أو تتابع مين في فترة المراجعة النهائية في آخر الفيديو، المرة دي هبدأ بالحوار ده علشان بكل بساطة هقولك ما تشتركش مع حد في فترة المراجعة النهائية، سواء انت تمام قوي او في حاجه ما اتفتحتش خالص او حتى في حاجات متراكمه عليك. مش مستاهله خالص تشترك مع حد، مش لانهم وحشين او مفيش حد كويس، لا بالعكس كلهم مجتهدين جدا وما شاء الله عليهم. بس صدقني الشرعي مش بس صدقني الشرعي مش تاهل مش 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 بس صدقني الشرعي مش بس صدقني الشرع مش مستاهل نهائيا ان انت تشترك مع حد. ومش بقولك كده علشان انا كنت جامد او كنت كويس قوي فيهم، لا بالعكس، انا الفيزياء والكيمياء والاحياء كانوا اسهل بالنسبه لي من المواد الشرعيه، لان انا كنت بكره الحفظ. فاللي توصلت اليه وعملته خلال فتره المراجعه النهائيه، وبرضه اتاكدت من الطريقه دي في الكليه علشان لقيت ان مطلوب مننا حفظ حاجات كتير جدا بجانب الفهم طبعا، هو بكل بساطه التكرار. يعني ما تقعدش على الدرس ساعه كامله علشان تحفظه، وهتحفظه على فكره عادي جدا، بس هترميه بعد كده وهتنساه، فده غلط جدا. الاحسن انك بدل ما تضيع ساعه كامله على الدرس وتقعد تعيد وتزيد فيه لحد ما يثبت في دماغك، لا خليها بس ربع ساعه. اقرا الدرس مرتين ثلاثه واحفظ او اعرف مكان كل نقطه مهمه في الدرس، يعني احفظ شكل الدرس كده في الكتاب مكانه فين بالظبط في الصفحه، وبكره او بعده او كمان يومين ثلاثه او على حسب ما انت مقسم جدولك هترجع تعيد تاني على نفس الدرس. فاهمني؟ يعني فلنفترض انك جيت النهارده ذاكرت اول 3 دروس في التوحيد، قراتهم كويس جدا وحليت عليهم، هتيجي كمان يومين مثلا تذاكر 3 دروس جداد عادي جدا، وترجع تاني بعد ما تخلصهم كويس وتحل عليهم تقرا ال3 دروس الاولانيين تاني، وتبص برضه على الاسئله اللي انت حلتها في المره الاولانيه بعينك بس كده، وفي المره الثالثه هترجع تاني تعيد على ال6 دروس الاولانيين، وهكذا بقى على نفس المنوال ده في كل المواد. اظن كده وضحت وانت فهمت انا اقصد ايه بالظبط. يعني تكرار الدرس او المعلومه مهم جدا جدا جدا، وهو اصلا اللي هيثبت المناهج كويس جدا في دماغك. والمواد الشرعيه مش صعب انك تفهمها او تذاكرها لوحدك، المشكله دي بس ممكن تقابلك في الفقه والمواريث مثلا. فهتعمل زي انا كنت بكل بساطه ببحث على يوتيوب باسم الدرس اللي انا عايزه، وبسمع اول مدرس يطلع لي ايا كان هو مين، وغالبا بيبقى كويس جدا. يعني ما كانش في حد ثابت اللي هو مش هسمع اللي هو، لا عادي جدا. بس كان في مدرس جميل جدا كان بينزل مراجعات على المنهج كامل، ممكن تبقى تسمعه على يوتيوب عادي، اسمه استاذ ياسر قباني، وكانت طريقته في المراجعه لذيذه جدا. كان بيصور الحصه بتاعه المراجعه في الدرس اصلا، فتقدر عادي تتابعه على يوتيوب وهتستفيد جدا. بالنسبه بقى لموضوع الحل، فمعاك كتاب المعهد هتحل الاسئله اللي فيه، وهما مش كتير جدا اصلا، يعني مش هياخدوا معاك وقت، وكفايه جدا معاك كتاب المرشد، سواء جزء المراجعه اللي في الاول او جزء الامتحانات كلها بقى، سواء دور اول او دور تاني او تجريبي. بس مهم جدا تمشي بالترتيب اللي هقولك عليه ده. اول حاجه هتراجع الدرس او تذاكره يعني، ثم هتحل اسئله كتاب المعهد، ثم جزء المراجعه اللي في الاول اللي في كتاب المرشد، وبعدين في الاخر خالص هتخش على الامتحانات. انما ما ينفعش خالص تبدا بالامتحانات علشان غالبا في حاجات هتقف معاك علشان انت لسه ما رجعتش، وهتحبط وهتكره حياتك. فلا، على الاقل خالص لو انت مستعجل قوي يعني وعايز تحل شوامل، فممكن تبدا في نص مراجعه الماده، يعني تكون خلاص رجعت نص الماده ولسه في نصها مثلا، فاوكي ممكن هنا تدخل شوامل معاك عادي. على فكره الموضوع ده كله مش هيطول، انت ممكن على 3 اعداد بس تكون خلصت الماده كويس جدا. يعني ممكن بكل بساطه تبدا تحل شوامل بعد مرتين بس من مراجعه الماده، فاهم قصدي؟ والمرتين دولت ممكن تجيبهم عادي في اسبوع. فعلشان كده بقول لك ان الموضوع في المواد الشرعيه مش صعب قوي يعني، هو بس محتاج زي ما قلت لك تكرار وتثبيت بس. ونصيحه مني بلاش تفتح شوامل اي ماده علشان حتى بس تاخد فكره وتشوف الامتحان هيجي عامل ازاي وانت لسه ما رجعتش. ما تعملش كده خالص، ما تستغربش عادي جدا يعني لما اول امتحان تحله ياخد معاك ساعه او اكتر. شويه بشويه وكل ما تراجع اكتر في الماده او تتقن الماده، الامتحان حرفيا مش هياخد في ايدك ربع ساعه، ولو انت بتكتب بسرعه كمان الامتحان هياخد في ايدك اقل من كده. انت اصلا لو حليت كل الاسئله وكل الامتحانات اللي بيكتبها المرشد، المنهج هيبقى خلاص ثبت في دماغك وكل افكار الاسئله اللي ممكن تيجي، فما تقلقش يعني. فراجع بس المنهج كويس الاول وبس كده تقريبا. يعني ده كان كل ما يخص مراجعه المواد الشرعيه او تعمل ايه فيها بالظبط في الفتره اللي جايه لحد قبل امتحاناتك. لو انا نسيت حاجه او في حاجه انا ما وضحتهاش ممكن تكتبها لي تحت في الكومنتات او تبعت لي على انستجرام، وده
الاكونت بتاعي او هتلاقي اللينك بتاعه تحت في وصف الفيديو. وطبعا ما تنساش تشير الفيديو لاصحابك عشان يستفيدوا، وما تنساش تشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش. وكان معكم دكتور محمد عزازي، طالب في الفرقه الاولى طب ازهر دمياط. اشوفكم الفيديو الجاي.